دكتوره في ايه يا فندم؟ انا بس جاي تعيين تمرين انا كويسه جاي تعيين على وانا اصلا عندي خصوصيه فبتعمل لي بتجيب لي يعني امراض قلبيه وانا انا معايا مرضى من المستشفى ده عشان هي خاصه بغير مستشفى امراض معديه. لا ما هو اخصائي الممرضه مفيش حاجه اسمها ممرضه تقول انا بخاف من العدوى هنا والعدوى هنا. لا الاشياء اللي بتقرر انا عندي حساسيه كله بيقرا بالرغم دي ما عادش ليها مكان وبعدين كل دلوقتي يعني احنا بنشوف. بس انا معايا موافقه حضرتك. السيد وكيل وزاره الصحه انت عارفاه؟ ده الدكتور سعد وكيل وزاره الصحه. هقول له طلب هو يشوف موضوع انا رمض ورق الدين. طب انا معايا موافقه من المستشفى الاسنان. معايا موافقه من المستشفى الاسنان. عايز تروح مكان تشتغل الصبح. مش قصدي والله. لما تبقى لسه صغيره اللي عندهم كذا تاسيس. روح للدكتور سعد هيشوف موضوع قبل الثوره الثانيه جاب لي مفتوح. ما انا ما عنديش موتوسيكلات. ولما جت الثوره طلع لي قال عاوزين شركه اميه. مين اللي قال لك؟ انت عندكم تبع ايه؟ تبع الكلمه. بكرنس ينفع تجيب له موتوسيكل تضامن؟ لا عنديش موتوسيكلات يا فندم، بس ممكن نضيف الجمعيه هديه من الجمعيات اللي تبع لا عايز موتوسيكل موتوسيكل. تواصل مع الاستاذ عصام. امر يا حاج. انا باخد معاش الشؤون الاجتماعيه. وما عندكش شقه؟ لا البيت واقع يعني عندي بتاع 60 متر واقعين لانه رطوب الماء. وعملت شكاوى للدكتوره وزيره التضامن يا تبعت لي انا يا تديني حاله كشفه يا تبعت لي انا اعمل حاضر استاذ عصام. حاضر يا فندم. عينيا. امر. السن؟ لا ما استشنيش في السن. انا مش ضد ولادك بس انا لو استثنيت ابنك في السن عندي 5000 قول اشمعنى؟ ما انا عارف يا حبيبي هقول اشمعنى والله. انا جالي ابن شهيد ما عرفتش استثنيه. ما اقدرش والله ما صدقت. اذا يرضيك ان انا اوفق لك وما اوفقش 5000 واحد؟ ما هي مهما كان. طب انا اعمل ايه؟ القانون ما بيديهاليش. مش من سلطتي. من سلطتي؟ مش من سلطتي. يتم الإجراءات القانونية والإدارية وفي حالة استحقاقه هو حاجة تانية. بص تقول ايه؟ طويلة أوي خالص اهي. أعمل ايه بس؟ والله ولا يا أحمد يا عم أمور يا حاجة زينة. جمعية إسلام بقى 40 سنة. 40 سنة اشترينا الأرض من 40 سنة ودفعنا فلوسها ووقفونا في أرضها وقالوا هنزرعها هنسكنها. يعني نتائج. كل واحد له إيراد. احنا 300 فرد. أصبحنا الجمعية تبع مين يا حاج؟ تبع الصحة؟ كانت تبع الصحة، كانوا موظفين في الصحة وعملوا الجمعية دي وما نعرفش إيه اللي كان من 40 سنة الصحة بعيدة كل الدول عن الكلام ده كله. اشتكيت للرقابة. شهروها واشتروا ارض ورا مصنع بتاع 14 فدان تقسيمين على طلب. في حوالي 300 فرد ورث وصل وصلنا موضوع الصحة بيكون كده مع الشارع. الجمعية دي بقى ده مجلس إدارة. بشوف لي الجمعية دي يا أستاذ عصام. شغل نصب يا سعادة البيت.
يرشح نفسهم من غير ما نعرف مجلس اداره، وما اعرفش بيبعتوا ورق مصر وبيبعتوا 40 سنه وبياخدوا فلوس الزراعه شراكه 14 فدان. حاضر حاضر. جمعيه زراعيه ولا جمعيه عامه؟ جمعيه ايه؟